عشان عيش الشعير مش وصفة سهلة قوي، والتعامل مع دقيق الشعير محتاج تكنيك معين كده ومواصفات معينة. هقول لكم النهاردة إن شاء الله على أسرار مهمة جدا لخبز عيش الشعير وإزاي يطلع معاكي طري. وهنعمله مع بعض على السنة النبوية. هنعمله بنسب السنة بإذن الله اللي هي 40 ل 60. يعني هناخد 40% عيش دقيق شعير، وهناخد 60% من دقيق الحبة الكاملة. بصوا بسم الله ما شاء الله طري وبيتلف معايا وبيتطبق وبيتبرم وكل حاجة. تعمليه بكمية تحفظيه في الفريزر عادي جدا، ويطلع يدخل الميكروويف يا دوب ويفك في ساعتها. تعالوا بقى مع بعض عشان هنوزن المقادير اللي احنا قلناها. عايزينها تتوزن على الشعرة عشان كل حاجة تطلع معاكم مظبوطة جدا. وطبعا هجيبها هقول لكم كمان بالكوباية يساوي قد ايه ان شاء الله. ده تعالوا شوفوا الميزان ده ديجيتال، حاجة بصراحة ممتاز قوي ومحترم جدا. انتوا عارفين ان انا بتعامل مع شركة ايفال وبجيب كل حاجتي منها. الميزان ده من عندهم حلو قوي قوي قوي. اول حاجة بفتحه عادي جدا من الزرار بتاع الفتح والقفل، وبتحطي البولة اللي هنوزن فيها في زرار مخصوص عشان تخصمي وزن البولة وترجعي تصفري الميزان من تاني. انا عارفة ان في انواع تانية منتشرة في السوق، وفي نوع كده مش يعني مشهور جدا. لكن ده بصراحة حاجة فخمة، قوي متين، بيوزن يعني زي الفل بصراحة، بيوزن حلو جدا. بصوا بقى انا هاخد من دقيق الحبة الكاملة 600 جرام بالظبط. ده دقيق الحبة الكاملة هاخد منه 600. وما تزوديش عن كده، يعني حاولي النسب اللي احنا بنقولها تلتزموا بيها علشان تبقى مظبوطة 100% ان شاء الله الوصفة معاكي. خلاص ادي دقيق الحبة الكاملة هاخده كده اركنه على جنب، وهنوزن دقيق الشعير مع بعض. دقيق الشعير بيبقى اغمق شوية لونه، يعني على اصفر كده، مائل مش مائل للسمار شوية يعني. هوريكم دلوقتي لونه كمان اقرب من كده بالكاميرا، هقرب لكم شوية وتشوفوه. هاخد 400 جرام بالظبط. النسبة بتاعتك اللي تعتمديها 40 شعير ل60 حبة كاملة. احنا عملنا 400 ل600، وهنا بنور الشاشة وبطفيها. ادي دقيق الشعير ده شكله حبة كاملة مطحونة. تمام. هنيجي بقى كده في العجان او على ايديكي زي ما تحبي، هنحط ايه دقيق الحبة الكاملة، وهنحط كمان دقيق الشعير. ادي لونه اصفر شوية غامق شوية عن دقيق الحبة الكاملة. وهستخدم سكر بني 3 معالق كبار. حابة تستعملي العسل مفيش مشكلة. وزيت زيتون نص كوباية إلا معلقتين، زي ما شفتوا ناقصة شوية، كوباية ناقصة شوية. وهبدأ أعجن أو أخلط. أول حاجة هقلب تقليبة كويسة، وهنا معايا معلقة خميرة عليهم شوية سكر بني صغيرين خمروا معايا أو ارتفعوا، يدوب اشتغلت بدأت أضيفها. وبعدين هنعجن بمية دافية على قد ما تقدري، المية تكون دافية بحيث إنها ما تضرش الخميرة، وفي نفس الوقت ما تكونش فترة معاكي. هتعجني انا مش هديكوا نسبة معينة للمية، هي لو عايزة تعايريها يعني او توزنيها حوالي 800 ملي الا شوية. بس خلي ميزانك في المية بالذات ايدك وعينيكي. وزي ما هتطلع معانا كده في الفيديو بالظبط، زي ما هوريها لكم دلوقتي، عايزاها تطلع بإذن الله. هي هتبقى عجينة طرية لزجة، بتلزق شوية في الإيد، بتلزق كتير كمان في الإيد مش شوية بس. وهنتعامل معاها بعد التخمير بالفرد على الدقيق، فهتظبط معانا. زي ما انتوا شايفين كده العجن يستمر من 3 ل 4 دقايق، مش أقل من كده أبدا. حتى لو بتعجني على إيديكي اعجني مدة طويلة. كل ما عجنتي مدة طويلة كل ما ادتك نتيجة أحسن. هنا دهنت إيدي بشوية من الزيت وبدأت أتعامل مع العجينة. بصوا ما شاء الله طرية جدا جدا ولينة قوي 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 أهي. جبتها لكم من قريب كمان. هغطيها بقى واسيبها عندي في بولة كده واخدة مسحة زيت، يعني لمدة ساعة ونص تخمير. تمام. عشان احنا في الشتاء، في الصيف سيبوها ساعة بس. هاجي بقى بعد الساعة ونص افتح عليها، ما شاء الله بصوا خمرت خالص. وعايزة اقول لكم ان فكرة ان دي الحبة الكاملة والشعير يخمر التخمير ده مش سهلة.
مش سهلة، عن تجربة وعن يعني خبرة باقول لكم في فترة سنين كتير، مش بسهولة توصلي للنتيجة دي ما شاء الله. طبعًا ده نتيجة التخمير الصح، نتيجة العجن الصح، كمية المَيّة الصح. خلّوا بالكم لازم العجينة تبقى طرية، لو عملتِ عجينة ناشفة هيطلع معاكِ العيش مفتت ومتكسّر، مش هتقدري تبرميه أو تلفّيه. جبت الميزان وبدأت أعملها كِوَر، وهاعمل كورة حوالي 105 جرام، عشان خلّوا بالكم هي ينقص منها وقت التشكيل. دلوقتي هتشوفوا وأنا باشكِّل هاقُص منها. هافرد بقى دقيق حبّة كاملة، أحُط عليه طبعًا ما ريّحتش الكِوَر بعد ما شكِّلتها، يا دوب مسافة ما خلّصت بدأت أشكِّل على طول، بدأت أفرد. وهافرد فوق دقيق دقيق فوق ودقيق تحت، وما تقلقيش هتحطّي كمية الدقيق اللي أنتِ عايزاها وبراحتك، واتعاملي معاها بالراحة لإنها عجينة حسّاسة جدًا. وافردي بطول وعرض، وهنبدأ نفرد كمان. وما تقلقوش من كمية الدقيق اللي هتتحط، لإن إحنا عاملين عجينة لينة وطرية جدًا. وهاوريكم دلوقتي إن قطعة بدأت أقصها أهو، أعملها بالفورمة. بُصّوا بقى العجين اللي اتبقى لسه طري خالص رغم إني حطيت دقيق، ليه بقى؟ عشان إحنا من الأول خالص عاملينها صح، عاملينها لينة جدًا. آجي بقى على صاج سخن ويكون سخن جدًا، أهم حاجة الحرارة تبقى عالية، وأحط الرغيف لحد ما يشكِّل معايا إيه فقاعات الهوا اللي أنتم شايفينها، وأقلبه على الوش التاني. خلّوا بالكم إحنا بنعمل عيش صاج، يعني هو مش هينفخ معايا. طب هتقولوا لي إيه لازمة الخميرة؟ الخميرة مهمة لأنها بتطري عيش الشعير. الحاجات اللي بتطري الشعير معايا اللبن، الخميرة، البيض، السمنة، إيه تاني، زيت الزيتون طبعًا زي ما حطينا. كل الحاجات دي تخلّي عيش الشعير يطلع معاكِ طري جدًا. هنا بنعمل رغيف تاني، ما شاء الله، يعني بجد مش عايزة أقول لكم بقى طعمه ولا ريحته رائع، رائع في منتهى الجمال، وريحة زيت الزيتون فيه خطيرة ومُشبع جدًا، جدًا. هنا كنت عملت كمية، كده خلّصت الكمية كلّها سويتها كلّها. وطبعًا هتحفظيه في الفريزر زي ما قُلت لكم، ويطلع يدخل مايكروويف يبقى كأنه لسه طالع حالًا. يبقى عرفنا إن إحنا مدة العجن عندنا من 3 ل4 دقايق، التخمير ساعة ونُص، الحرارة تبقى عالية للصاج، والعجينة تبقى بتلزق في إيديكِ ده مهم جدًا. المَيّة تبقى كتير يا جماعة، المَيّة بياخد الدقيق الحبّة الكاملة ودقيق الشعير عنده قدرة على امتصاص المَيّة عالية، عشان فيه كمية ألياف كبيرة. وزي ما وريتكم هنا ما شاء الله بيتبرم، وهاعمل معاكم دلوقتي ساندويتش منه أوريه لكم. صدقوني ما حدش هيقول لكم على التفاصيل دي، وأنا واثقة إن الوصفة هتتاخد وهتلِف على الفيس وعلى اليوتيوب، لأن ما شاء الله، ما شاء الله الوصفة ناجحة جدًا. نادر أوي، أوي لمّا حد يعرف يضبط عيش الشعير أو يحط معاه حبّة كاملة ويطلع بالنتيجة اللي إحنا عاملينها دي الحمد لله. زي ما أنتم شايفين كده بقى باجهّز منه ساندوتشات أهو، وأنا قُلت لكم إن هو مُشبع أوي، أوي، أوي. ده غير طبعًا إن هو صحّي. وبالنسبة لمرضى السُكّر طبعًا الشعير حلو لمرضى السُكّر. ال د الحبّة الكاملة يعني مش أحسن حاجة.